التوأم، نحن بنعمل كل حاجة مع بعض. أنا مش باين. أنا مش كرم، أنا كريم. فيها كريم. أنا مش كريم، أنا كرم. أهلا بيك ويا رب تكون بخير. في كل علاقة بين ست وراجل أول لما بيتجوزوا ويبلوا الشربات والعيال الصغيرة تحدف عليهم الورد، وبعد فترة صغيرة بيحصل إيه؟ الزوجة بتبقى حامل. من كل 80 سيدة بتحمل في العالم بيكون في واحدة حامل بتوأم. يعني حوالي 2% من سكان العالم، وتحديداً أكتر من 125 مليون شخص هم توأم. عمرك كنت تتخيل إن الفنان عمرو عبد الجليل عنده أخ توأم وكان شيخ وداعية إسلامي؟ أو حتى يخطر في بالك إن فريد شوقي عنده أخ توأم وكان لواء في الشرطة؟ عالم السينما والفن عموماً مليان حكايات وأحداث غريبة وعجيبة، ومن أكتر الحاجات اللي دايماً بتشد الناس هي قصة التوأم، سواء كانوا في أفلام كوميدية درامية أو حتى أكشن. التوأم بيضيفوا طابع خاص لأي عمل فني. التوأم في الفن غالباً بيكونوا شخصيات مميزة، مش بس في الشكل، لا، ولكن كمان في الشخصيات والأحداث اللي بيدخلوها في القصة. لو فكرت شوية هتلاقي إن في أفلام كتير اتشهرت بسبب وجود توأم فيها، أو بسبب فكرة التوأم نفسها. عارف التوأم دي حاجة جميلة جدا، بتبقى عايش بشخصيتين. يعني لو تعبان شوية ممكن تبعت أخوك الامتحان مكانك، زي ما حسام حسن وإبراهيم حسن كانوا بيعملوا بالظبط. أو تعيش شخصيتين في واحد، زي الفنانة رانيا منصور وأختها الفنانة نورهان منصور، اللي بقى عادي بالنسبة لهم إن واحد معجب يتصور مع واحدة فيهم ويقول لها أنا بحبك جدا يا أستاذة رانيا، وتقول له وأنا كمان بحب فانزاتي كلهم، وهي أساسا نورهان، أو العكس. بس الخطير اللي في الموضوع إنك يبقى عندك أخ توأم وتحب نفس الشخص، زي أحمد حلمي في كده رضا. وسط التوأم الكتير اللي في العالم لازم يظهر لنا فنانين عمرك ما كنت تتخيل إن عندهم إخوات توأم، عشان هم مش بيظهروا إلا نادراً في مناسبات عائلية، واللي يعرف سرهم ناس قليلة جداً، الدايرة اللي حواليهم. ومن أشهرهم في السينما المصرية واللي ليهم مكانة خاصة، وأول فولة معانا في الفيديو خد الصدمة الكبيرة دي، وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، واللي طول فترة حياته ما كانش قايل لحد خالص على موضوع أخوه التوأم، غير بس عدد قليل جداً من صحابه. أخو فريد شوقي هو اللواء أحمد شوقي، وظهر أخوه لأول مرة للعلن في حفل زفاف فريد شوقي وهدى سلطان، وكل المعازيم بقت قاعدة مش فاهمة حاجة. هل ده تأثير النبيذ ولا ده وحش شاشة جديد؟ الكل كان في حالة صدمة، وأكتر الحضور ما كانوش يعرفوا إن فريد عنده أخ توأم، واللي كان بيشتغل في الشرطة لحد ما وصل لواء. الفولة التانية هي الفنان عماد حمدي وأخوه التوأم عبد الرحمن حمدي، اللي كانوا شبه بعض في الشكل بنسبة 98%، وصعب تفرق بينهم. والمدهش أكتر إنهم كانوا متطابقين في الدراسة، وكانوا بيغلطوا نفس الغلطات. يعني لو عماد غلط وقال 2 في 2 ب7، عبد الرحمن برضو بيقول ب7، فكانوا بيجيبوا نفس الدرجات في معظم المواد. ده لما كان واحد فيهم بيجيله برد لازم التاني يجيله نفس الدور، والاتنين جابوا نفس مجموع كلية الطب، ولكن ظروفهم منعتهم وقرروا يدرسوا في كلية التجارة، ومن هنا بدأوا يفترقوا. عماد قرر يتجه للفن، وعبد الرحمن اتجه للرياضة. والحزين اللي في الموضوع إن عبد الرحمن اتوفى قبل عماد، والموضوع ده أثر على نفسية عماد جدا، لدرجة إنه جاله اكتئاب وفضل حابس نفسه في البيت حتى وفاته في يوم 28 يناير 1984. بالمناسبة في أمريكا مثلا بيتعاطفوا مع الأم اللي ما بتعرفش تفرق بين التوأم علشان صعوبة الموضوع، وخصوصا في الشهور الأولى، وبعدين بقى الأم بتتصرف وبتعلم علامة وبتلون كل واحد فيهم. المهم في سنة 1942 نزل فيلم عايدة لأم كلثوم، والجمهور لما شاف الفيلم ما فهمش إيه عبد الرحمن حمدي ده، هما كده غلطوا وكتبوا عبد الرحمن بدل عماد. وده حرفيا كان تفكير معظم المشاهدين، لأن ببساطة اللي شارك في الدور هو عبد الرحمن حمدي. بس تقريبا كده تجربة السينما ما عجبتوش، فخدها من قصيرها وقدم في اختبارات وزارة الخارجية، واتقبل بالفعل للعمل في الوزارة، وتدرج في المناصب حتى أصبح سفيرا لمصر
في عدد من الدول. الفولة التالتة اللي معانا هي فنانة كبيرة وكراش لجيل كامل، وهي زبيدات السينما المصرية، الفنانة زبيدة ثروت، واللي كان عندها أخت توأم اسمها حكمت، وكانت متعلقة بيها بشكل كبير، وكانت بتاخدها معاها لكل مكان حتى داخل استوديوهات التصوير. وكان في بعض المنتجين اللي كانوا عايزين فعلا ينتجوا ليها أفلام وتبقى نجمة مشهورة زي أختها، ولكن حكمت ما كانش فارق معاها الشهرة والفلوس والسينما والريد كاربت والحاجات دي. هي اختارت طريق مختلف عن أختها وقررت تتجوز وتبعد عن الأضواء، وما بقتش حتى تروح مع أختها التصوير ولا أي مكان إلا في المناسبات الخاصة بس. لو وصلت معانا لحد هنا اكتب لنا في التعليقات ايه أكتر موقف غريب حصل لك مع توأم، وما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفولة الرابعة اللي معانا وهي الفنانة نجلاء فتحي وتوأمها منى فتحي، واللي رفضت دخول الفن بأي شكل من الأشكال. كانوا منتجين كتير بيجروا وراها علشان تعمل حتى إعلان، ولكن هي كانت رافضة، وكمان كانت بترفض التصوير مع أي حد. وبالرغم من حرصها إلا إن عدسات الكاميرات طالتها في فرح بنت أختها ياسمين أبو النجا. والفولة اللي بعد كده الفنان الكبير عمرو عبد الجليل وأخوه الشيخ أيمن عبد الجليل. أيوة هو الدويتو ده. عمرو وأخوه ظهروا لأول مرة مع بعض للعلن في يونيو 2013 على قناة دينية مصرية، وكان الهدف هو منع العنف قبل اندلاع ثورة 30 يونيو بأيام. وكان رد عمرو لما اتسأل على سبب اتجاهه للفن وإن أخوه اتجه للدعوة، وقال ده بسبب اختلاف الميول والتوجهات بينهم، وأكد إنهم بيحترموا بعض وشغل بعض، وكل واحد منهم بيتشاور مع التاني في كل حاجة في الحياة. التوأم في السينما المصرية مش شرط يكونوا اخوات، ولكن فنانين كتير قدموا شخصيات بدور توأم زي الكبير أحمد مكي، واللي قدم 3 شخصيات توأم في مسلسل الكبير على مدار مواسم كتير، وحققت كلها نجاحات كبيرة. بس مش علشان مكي هو من أوائل الناس اللي بدأ تراب في مصر يكون هو أول واحد يقدم شخصية توأم في عمل فني، ولكن سبقوا نجوم كتير زي إسماعيل ياسين، واللي من أبرز النجوم اللي جسدوا دور التوأم، وقدم دور التوأم في فيلم إسماعيل ياسين في الطيران سنة 1959. كان عامل دورين، دور واحد بيشتغل دوبلير في السينما وواحد بيشتغل في الطيران. وجه بعد إسماعيل ياسين الفنان الراحل فريد شوقي، وقدم دور التوأم من خلال أحداث فيلم النصاب سنة 1961. وكان عامل دور واحد نصاب وشرير بيشتغل في تهريب الماس، والتاني كان إنسان محترم وفقير. والفيلم من تأليف أحمد شكري وإخراج نيازي مصطفى، وحقق نجاح كبير وقت عرضه. ولو ما شفتوش يبقى شوفه. ولو مش مركز من أول الحلقة فاحنا قلنا إن فريد شوقي كان عنده أخ توأم في الحقيقة، سيادة اللواء. أنت نسيت ولا إيه؟ وطبعا عملاق الكوميديا أحمد حلمي لما جه وقدم 3 توائم مرة واحدة في فيلم كده رضا، واللي بتدور أحداثه حوالين 3 توأم أنجبتهم أمهم وماتت، وسابتهم مع أب نصاب اسمه هندي، ووصته يربيهم من فلوس حلال ويبعد عن النصب والاحتيال. فعشان ينفذ وصية مراته اللي هتموت وتسيب له التوأم، كان خايف من حسد الناس، فقرر إنه ما يظهرهمش للعالم إلا كشخص واحد، وطلع لهم كلهم ورق رسمي باسم شخص واحد وهو رضا. والفيلم من أنجح أفلام أحمد حلمي، واللي إفهاته معلمة مع الجمهور لحد دلوقتي. وفي نفس السنة اللي اتعرض فيها كده رضا قدم الفنان الكبير محمد هنيدي فيلم عندليب الدقي، واللي قدم فيه دور التوأم برضه، واحد مصري اسمه فوزي والتاني خليجي اسمه فواز. وفوزي نفسه يبقى فنان مشهور، وعشان يحقق حلمه بيسافر لأخوه التوأم عشان يساعده يبقى مطرب مشهور، وهناك بيكتشف الصدمة الكبيرة. الفيلم ده واحد من أجمل أفلام محمد هنيدي، وكمان شفنا فيه رسائل كتير مهمة. وفي سنة 2009 قدم الفنان الكبير أحمد عز شخصية التوأم في فيلم بدل فائد، فعمل دور ال2 إخوات بتفرق بينهم الأيام، وكل واحد منهم بيتربى بشكل عكس التاني. فواحد بتتبنى راقصة وحياته بتبقى في الكباريهات، والتاني اتبنته عيلة كبيرة
فالأول بيبقى مدمن مخدرات والتاني بيبقى ضابط شرطة، وتدور الأيام ويقفشوا في كمين، وهنا بنكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.